السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وقناتكم قناة حلويات عائشة. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو وعباشركم مبروكة باش ما كتمناو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم فقيقسات مالحين كيجيو بنان وهشاش، وغير من عجينه وحده غادي نخرجوا 4 ديال النكهات اللي مختلفه، وب4 بهم كيجيو بنان، وحده تنسيك في وحده. بقاو معايا حتى الاخير، تبعوا معايا الطريقه التحضير. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تبخلوش ليا بالدعم ديالكم الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد، واعجاب الفيديو الى عجبتكم الوصفه. بسم الله دائما وابدا، على بركه الله. كناخذ هنا كيلو ديال الدقيق، بعد ما غربلناه كنوضعوه في القصريه. غادي نخلط فيها العجين وكنجوف من الوسط ديالها. كندير هنا معلقه كبيره ديال لاموطارد. صافي من بعد ما كندير الموطارد غادي نضيف الابزار. انا درت معلقه صغيره، الا بغيتو نخليكم المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف مضبوطين. صافي من بعد ما كنعمل الابزار غادي نديرو 4 ديال الفرماجات مثلثين اولا مربعين على حسب الموجود. صافي هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغادي نضيف العطريه ديال الحوت. كتعطيكم العطريه ديال البسطيله، تقدروا ديروا نتوما على حسب اللي بغيتو. صافي من بعد ما كنضيفوها كنضيف واحد ياغورت طبيعي. وبالنسبه هنايا انا غادي ندير نص كاس ديال العصير ديال البصله. خديت البصله دوزتها في الهاشوار وصفيت الماء ديالها. بالنسبه الا ما كانش ما بغيتوش ديروا مثلا بحال هكا، تقدروا ديروا البصله الجافه تتكون هكا عباره عن بودره، تقدروا ديروها. صافي كنضيف هنايا نص ملعقه ديال الملحه، والملح دائما حسب الذوق. وغادي نضيف العصير ديال البصله. كيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوا بودره البصله. صافي من بعد ما كنضيف هذاك العصير غادي نضيف كاس ديال الزبده والزيت. انا هنا درت نص نص، تقدروا ديروا الزيت كامل، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا هنا درت الزبده لحقاش عرفتوها هي كتعطي من البنه، وفي نفس الوقت كتعطينا هكا الفقيقسات تيكونوا هشاش وبنان. صافي بديت كنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. صافي كنبقى نخلط مزيان حتى نحل هذاك الفرomage، وكنخلط مع الدقيق. انا حاطه هنايا كاس ديال الماء، هو باش غادي نجمع العجين ديالي. كيف ما لاحظتوا ما فيهاش البيض. صافي انا بديت كنضيف شويه شويه الماء وانا كنجمع حتى غادي تجمع عندي العجينه. كيف ما كتلاحظوا معايا هي تجمعات ديال العجينه بعد ما دلكتها. غادي نقسمها على 4 القسمات، كل قطعه غادي ندير ليها نسمه، يعني غادي نسموها. وداكشي دائما تيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا هنايا بعد ما قسمت العجين ديالي حاطه الزيتون مطحون والهريسه مع التحميره ولا الفلفل الاحمر. عندي المعدنوس دوزتو في الطحانه مع شويه ديال الزعتر والثومه بودره. صافي القطعه الاولى غادي ندير ليها الحار والتحميره. من بعد ما غادي نضيفهم غادي نحاول انني نمزجهم مزيان ويداخلوا في بعضياتهم. في نفس الوقت كتعطينا اللون طبيعي بدون ملونات. صافي بديت كندخل هذاك التحميره مع الهريسه في العجين ديالي حتى غادي تنسجم ليا. ناخذ العجين
القطعه الثانيه كنضيف ليها الزيتون الاسود مطحون، حتى هي نفس الشيء كندخل فيها داك الزيتون حتى غادي تنسجم عندي العجين. هنا كناخذ القطعه الثالثه غادي نضيف ليها الزعتر مطحون مع المعدنوس حتى هو مطحون، طحنته هنا بشويكك ديال الماء صافي، وكنبدا نضيف فيه وانا كنجمع في العجين ديالي. وتيبقى لكم الاختيار، بغيتو تزيدوا ملون انا ما درتوش، هنا درت داكشي طبيعي. هنا خديت القطعه الرابعه والاخيره غادي نضيف ليها بودره الثوم والفرomاج محكوك في الحكاكه الرقيقه صافي. غادي ندخل حتى هي فيها هاد المكونات هادو، يعني خليتها في نفس اللون ديالها صافي. هنا بعد ما ضفت الاضافات لكل عجينه غادي نخليهم واحد ربع ساعه تيرتاحوا، هذا باش غادي نبدا نحربل فيهم صافي. بديت هذه ديال الفرomاج حربلتها وبديت كنقطع فيها هكا باش تجيني ساهله في التقطاع صافي. كل قطعه كنعاود نحربلها حريبلات هكا صغار صافي. اللي حربلتها كنوضعها على جنب هكا. غادي ندير في العجين اللي باقا عندي كلها، كنبدا نحربلهم حريبلات صغار بعد ما كنقطعهم وكنستفهم. غادي نجيب لاطه وغادي نستفهم وغادي ندخلهم للفرن يعملوا نص طيبه، غير الطياب ديالهم ما كنطيبهمش بزاف، يعني غير كندخلوهم كيصهادوا هكا ويتشمعوا وكنخرجوهم، ما كنخليهمش حتى يحمروا او يدخل معاهم طيب كيجيو هكا قاصحين ملي كنبغيو نقطعوهم. وهذه كتبقى مساله مهمه لازم ردوا ليها البال. من بعد ما كنخرجوهم من الفران كنخليهم حتى يبردوا تماما اولا كاع نبيتوهم عاد باش كنقطعوهم، ما كنقطعوهمش هما سخان صافي. هنايا بعد ما وضعتهم في اللاطه حاميه الفران، يعني حميته من قبل، كندخلوهم غير كيتشمعوا وكنخرجوهم كيف ما كتلاحظوا معايا. ها همايا غير باقي مرطبين، يعني نقدروا نقطعوهم بكل سهوله صافي. هنا كناخذ المقص، بغيتو تقطعوا بالمقص بغيتو تقطعوا بالموس، وكل سيده وباش ارتاحت صافي. بعد ما غادي نبدا نقطع فيهم، انا هنايا غادي نقطعهم بالسكين جاني عملي اكثر. كيف ما كتلاحظوا معايا كنقطعهم بشكل مائل على هذا الشكل هذا صافي. غادي ندوز فقيقتات كاملين نفس الشكل، يعني التقطاع نفسه، حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. الا لاحظتوا معايا الفقاس هكا ملي كنخليوه غير مشمع كيجينا ساهل في التقطاع، ما كيقصح ما كيتفرتت. الا خليتوه فوت القياس ديال الطياب ديالو كيجي هكا كيتفرتت في التقطاع، ما غاديش يجيكم زوين صافي. هنا غادي نبقى مستمره حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نجيب اللاطه غادي نوضع فيها الفقيقتات ديالنا وغادي نرجعهم يكملوا الطياب ديالهم صافي. هنايا وضعتهم في اللاطه غادي ندخلهم للفرن غادي يخرجوا ان شاء الله وتشوفوا الشكل ديالهم النهائي. وكيف ما تبعتوا معايا اخواتي كانوا هادو هما الفقيقتات ديالنا بعد ما كملنا ليهم الطياب كيجيو لذاذ ومقرمشين وفي نفس الوقت هشاش، وتبارك الله كيخرجوا لينا كميه وفيره. وإلا جربتوهم ما تبقاوش تستغناو عليهم وغادي توليو معتمدين عندكم. نتمنى يعجبكم الفيديو وتوصلوا لي لاكبر عدد من اللايكات. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. السلام عليكم.